السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو. على فرصة الفخ الأولى. اتمنى بسم الله بعد يا مسلم اصبر صل على النبي. ولكن الكرة ما ادري بسم الله يا حبيبي ما ادري بسم الله صل على النبي. نعم وتحولت إلى خارج الملعب. السلام عليكم وسهلا معكم انت النكسيدي. اليوم التفاعل على مباراة نادي الاتحاد نادي ماتي. توفيق نادي الاتحاد ميد لفوز نادي الاتحاد بس اساس لايك الساخن نزل مثلا الاغنية يعني بديت اول 3 دقايق انا اعدل الكاميرا عشان بس بحل المستلزمة الزفتة او ستاند الزفتة. اسلو صارت حمد العيد صارت هات على نبي الاتحاد اذا ما كنتم عيد سيكون نو اسي 2 يضغط الجزيرة في هذه اللحظات والكرة من فعلت ستيف حارس المرمى علي خصيف في هذه اللقطة وفي هذه الدقيقة الخامسة من زمن المباراة أيها الأحبة في كل مكان. ايه ده يدعسي والله مو مني انا اللي في دوب. الكرة الآن بتصل في الجانب الأيمن الو دوب الو. وضعية الفريقين طبعا على مستوى هذا الموسم وبداية الموسم وافتتاحية الموسم. ليس يصير فين مستوي عادي عادي. فقط عن مجرد تبيو دائما متفق مو طبيعي من تبيو. أبطال آسيا للنخبة ولا نتحدث فقط عن مجرد مباراة افتتاحية للموسم لكن مباراة تحدد مسار قاري بأكمله للفريقين خلال هذه اللحظات. كلاهما يبدأ مشروعا جديدا، الجزيرة مع كوزمن والاتحاد مع فيسينج وبالتالي يحمك تحير الساعة تلقى الاتحاد تلقى من خلال هذه المباراة. الكرة الاتحادية وصلت الآن الاتحادية بسرعة الآن اللي يتقدم بمرر الكرة إلى ديابي ولا عندنا جازيتا ديلو سبورت لهذا اللاعب يلا يلا الانتر التي ايضا تعود مرة اخرى بعد ان سمعنا عنها في الموسم الماضي وكانت حاضرة لكن تعود الاحاديث مرة اخرى وطبعا عن اللاعب ديابي. يا اتي يلا تتخلص الكرة الآن في الجانب الأيسر لمصلحة فريق نادي الجزيرة. كرة تعود الآن إلى دانيلو بيريرا مرة أخرى. هكذا هي النقلات وهكذا هي الكرات بالنسبة لفريق نادي الاتحاد، فريق اللي أيضا يعني أقام معسكر في ماربيا في إسبانيا واختتم طبعا ذلك المعسكر بلقاء ملقا، اللقاء الذي انتهى ملقا الاتحاد مع الاتحاد نبيل المونديال. هذا يحمك هايك بيسويها يحمك. يلا يا الله بيجون حرام عليك عوار اكل حرام عليك. يلا ثاني ايه يا بيجوين يلا حمك انتبه اتحاد يهديكم انتبه ركز يهديك. الحمد لله يجيب عيد الاتحاد الحمد لله ما يجيب العيد انك تقول دراعك كذا لا مات لا تدري لا فريق يفرق يا رجال ما ادري صراحة ما عندك مثال. يلا الاتحادية بسم الله توفيق الاتحادية ما شاء الله الاتحادية ما شاء الله. ساعة اهديكم الاتحادية ساعة ساعة بطال اسعد ابطال اسعدكم يا شيخ انا بقى ممتع ساعة كلام بعد انهاء العلاقة مع المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو. همك لا تحدي يلا نسي يلا نسي كرة في الجانب الايسر الان من روبن فيليب لكن تحولت ايضا وذهبت الى خارج استمس انت يهديك لتتحول الكرة من سميت الى رمية تماس. هذا مصلحة فريق نادي الجزيرة المطالب حقيقة في آخر 10 دقائق. محمد يا سيربيا يا اتحاد يلا يبذل مزيد يا اتحاد وأن يكثف يا عميد المونديال من انطلاق يا عميد المونديال انتبه من زي ما الاتحاد الحمد لله. وين هذه بعيدة تماما. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة والمحاولة الماضية وبالتالي هنا لدينا رمية تماس لمصلحة فريق نادي الاتحاد. يا عبدي يلا ركز كرة تعود الآن عالية في منتصف أرضية الملعب. يلا ولكن هنا السرعة بعد ذلك عن طريق موسى ديابي الساعة
ديابي ثم يمرر ثم الابعاد الله. بعد ذلك لفريق نادي الجزيره للامام، والتغطيه التي تاتي هنا من ستيفن كيلا. الجزيره بالمناسبه إني يركز في بطوله الدوري، في دورينا دوري ادركوا محترفين يوم 16 اغسطس الجاي، الدوري اللي راح ينطلق طبعا يوم 14. والجزيره في مباراته الاولى يحل ضيفا على فريق نادي حتى. الله حكم طيح بيجوين. المباراه بالمناسبه ستكون من اهديك خاصه جدا. ماذا تطيح؟ الجزيره بقياده كوزمن سيواجه فريق نادي الشارجه، الفريق السابق ايضا للمدرب كوزمن اولاريو. ولا ننسى طبعا بان كوزمن كان في الفتره الماضيه مدربا لمنتخبنا الوطني. عواك لسه عواك ما تاكد لما تسوي ركله بعيده بدأ عشان تد الهدف الثاني يوم 15 اغسطس الجاري. بعد ذلك في دور 32 من كاس يلا ايه النجمه ليعود الله يهديك تركزوا يوم 21 ضيفا الاتحاديه. رايكوفيتش يلا ساعة انت رايكوفيتش والتمرير كيلر بيريرا. والله متوتر يا مازن. تعرف هم بيخسر مباراة امام زي ماتي ما عنده ولا بطولة. داخل النهضة هذا اي ده يلا شوف. لكن التحول واتاحة الفرصة لمصلحة فريق نادي الاتحاد خطيرة خطيرة عن طريق ستيفن بيرغوين للاتحاد الثاني للاتحاد. عوار يا الله يا عوار يلا يا عوار يلا بيجوي عوار، لكن ايضا بتتخلص لمصلحة فريق نادي الجزيرة. لكن تعود نحن هنا الان انتهت الاول ساب الهدفين امتحان قبل سي نادي زيمات ان شاء الله. بدينا 33 ساب هدفين امتحان قبل سي نادي زيمات. توفيق الفريقين. انا مع الاتحاد ان شاء الله اذا فوز الاتحاد ان شاء الله. بيجوي ما يدس معانا ان شاء الله. عشان عوار ما يدس مع الاتحاد الشعب السعودي. يلا الاتحادي ركز الاتحادي. يلا الاتحاد رايكوفيتش انا كفو رايكوفيتش اسكك رايكوفيتش ثاني. هذا ساعة احمد رامدي ايه زي بدي من اول مو تبدي فيها ثاني. الحمد لله احمد رامدي ما يدس. اذا احمد رامدي ما يدس مع الاتحادية عميد النمور. النمر ما يدس معانا. النمر يستيس اماراتي كل ساسة. يلا النمر يا حكم دفة بس ما سويت زي ما يلا الاتحاد يلا سيد المونديال. يلا النمر ياكل سعيسة. ذكرت بان الجزيره في شوط المباراه الاول يلا الاتحادية يلا النمر اسم لها منك النمر. راح النمر انت يا الاتحاد. المتألق ميلسون في الجهة اليسرى، لكن الاتحاد يلا الاتحاد يا الله الاتحاد. بعد ذلك الاتحاد من خلال المرتدات ومن خلال التحولات تمكن من تسجيل هدفين. عوار يلا عبدي الشوط الأول عبدي يلا بهذه النتيجة. ايه وصلت الكرة مرة أخرى. الاتحاد مهمة له الله في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على هذا التقدم. يا إتي ما صلى يا إتي ما صلى. والجزيرة في مهمة صعبة وصعبة جدا. يلا يا بيجو يركز. الكرة تعود الآن هنا من جديد. كيف سوى محاولة إلى حارس المرمى رايكوفيتش يلا أيضا في شوط المباراة الأول. الله يريد يحطها منك الله ما سامح ما يهديك بس. ولكن لم يتمكن. يلا الاتحادية ركزوا 77 من التسجيل في المباراة. لا تسوي تعادل لا تسوي تعادل يا جماعة. ما عندكم سبب ما عندكم بطولة. خليفة الحمادي هذا بيك خليفة الحمادي ونقله في الجانب الأيمن. مطالب أيضا فريق نادي الجزيرة ب يعني تقدم بشكل أفضل. ما تقدموا أي شيء. مبادرة هجومية لكن أيضا حذاري من المرتدات ومن التحديات يا حكم اعتكاد التي أتى منها
هي لعبة، هي حرام عليك يا حكم. طبعا لما تشوف دكة البدلاء بالنسبة للفريقين طيب. نشوف طبعا الخيارات المتاحة إن كان لكوزمين وإن كان أيضا للمدرب فيسينك. بالتالي الألماني أجرى أول تبديلاته حتى الآن. كوزمين هنالك أيضا مجموعة الأسماء الحاضرة المتواجدة على محمد يا الله، انتظار ما سيكون خلال الفترة القادمة ودقائق المباراة القادمة. بالتالي كرة في منتصف الملعب، هذا سيميتش. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عن طريق كوليبالي. يا الله، كوليبالي للأمام، الضغط اللي موجود الآن من سايمون بانزا، ولكن الكرة عادت مرة أخرى هنا من جديد في منتصف أرضية الملعب. شوف الآن محاولات فينيسيوس، الحكم يقول ما فيها شيء. ما عندك سيدات دز. من لوبي. يلا لوبي يلا. بيرغوين يحاول المرور. لا بيرغوين يلا الساعة بيرغوين. من أمام محمد ربيع يمر وينطلق ولا زال. لا ربيع. اتحادية. يلا اسطورة. اتحادية التسديدة والكرة خطيرة إلى علي خصيف. إلى علي خصيف. موسى دياب زعلان. هذا دفاع سيء. أحمد الغامدي الذي فضل التسديد. سجل فزت هي تسد الهدف. وبالتالي كلهم داعمين الاتحاد، الساعة السعودية كلهم الاتحاد. الجزيرة أمامية وانطلاقة. التغطية موجودة هنا عن طريق ستيفن كيلر. دائما عندك سايمون بانزا يطالب في اللقطة الماضية، كان يطالب بوجود خطأ. شايف هذا الاحتكاك الذي حدث. ما عندك خطأ لسه بس. وبالتالي الاتحاد يلا نسعى الاتحاد يلا. الكرة هنا تعود من يلا يا بايك هديك اسمه تركز. يوم لقاء الجزيرة والاتحاد، وهنالك بختكور والحسين والذي انتهى لمصلحة بختكور بثلاثية نظيفة. هذا على مستوى القارة. فيما يتعلق بالملحق، الكرة بتتحول على مستوى الشرق. جامبا وساكا انتصر على جانجون الكوري الجنوبي، وكونغ ان هون. يلا الله يلا انتهي. خطيرة، ولكن ويليان روشا يتمكن من السيطرة على الكرة. انت اللي موجود الذي يتحدث مع قاسم الحاتمي حكم المباراة هنا. بالتالي اللقطة التي وهذا برونو مع حسام عوار، والكرة التي من خلالها الحديث كان بعد ذلك ما بين حكم المباراة وكذلك أيضا اللاعب برونو. تغطية ويليام من أمام أنت أسفت ما عندك سيسا. دز 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 دز. الله معي حتى الآن مش زي مات والله ما يسامحوني الآن. ينحاز لفريق الاتحاد بهدفين نظيفين. فارس عابدي، الكرة مقطوعة. إيه دانينيو وأنا كفو تحت من فلابينو صراحة بالأمانة. وبالتالي الكرة الآن تتحول هنا من جديد. طبعا يعني بداية المشوار على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة 14 سبتمبر ستكون طبعا ضربة البداية على مستوى غرب القارة. الجولة الأولى يا كوزمن يوم 14 و15 سبتمبر القادم في دوري أبطال آسيا للنخبة. يلا اتحادي يلا اتحادي انتبهوا. طبعا الأهلي السعودي في الموسم اتحادي حبيبي والله ما اتفقت والله ما اتفقت والله. ننسى بأن الاتحاد أيضا كان عندما زي مات لآسيا مرتين في 2004. يا أحمد رامدي وأنا كفو يا أحمد رامدي. لذلك الاتحاد يريد العودة. أحبك يا أحمد رامدي. يا الله رامدي. هذه كرة ملعوبة ولكن تتحول بعد ذلك في منطقة الجزاء. الحمد لله. تحولت إلى خارج أرضية الملعب. إني والله كفو صراحة. صراحة أنا كفو والله أنا كفو. تتخلص مرة أخرى عن طريق دانييلو بيريرا. فينيسيوس ميلو، ركنية لمصلحة فريق نادي الجزيرة. ركنية وهدف يأتي في هذا التوقيت سيكون مثاليا جدا إذا ما أراد الجزيرة بعد ذلك أن يعود إلى المباراة. شوف التمرير الآن ميلوني والتسديد، ولكن خارج الملعب. على الفرصة كيف عليكم هذا على الكرة التي تتحول إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. وهذا فارس عابدي. المباراة الأولى ولدينا ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الجزيرة.
الجزيرة هنا الجزيرة في منطقة الجزاء، كرة عالية، محاولة اي عواد، وين الكفو يا عواد؟ اقول لك صراحة انا الكفو وقت الزال سمس. اي سمس وانا كزال. التحولات سريعة وانا الكفو ما ادري تلعب على الكورة ما شاء الله. في الجانب عندي الايسر كرة عن طريق الغامدي، استلام، تمريرة بالكعب. اي في الطرف الايسر فارس عبدي بيعرضها. ادعس امك ادعس ابوك. كده على الزبالة يا يا عواد. يا عواد اسكرك يا حبيبي. عندي اس ويا سياح ويا سياح ويا سياح يا سياح يا ابو شكلك. زي ماتي تعال تعال السعودي. تعال انا الكفو يا سياح بطولة الاتحاد. يا سياح عندي اس يا سياح اس. انا عمك اتحاد دعها فادي. وهذه هي الكرة التي ما اخطاء تحكيمية اي حاجة. الكعب في الاول على الكرة يا كعبي من لقطة من قدم من رأس إلى هدف ثالث لفريق نادي الاتحاد. تصبح النتيجة 3-0. تصبح النتيجة الآن 3-0 في وقت كنا نتحدث فيه عن إمكانية عودة الجزيرة وتقليص الفارق. يا نسيتك. يا نمر. يا نمر هذا كفو يا نمر. انا دول صراحة يا نمر. هذا ما ادري النمر السعيسة يقضي على السعيسة. 3-0 هذا اساس الاتحاد. عندهم يا سايب. بطولة ها ابلع سيتو يا سبك. التي تقرب الاتحاد بشكل كبير وكبير. عندهم زي ماتي سيتو. عندهم يا سيف صار سيكون عندي حريزية. إذا الاتحاد راح يربيكم يا حد بشكل كبير وكبير جدا على فريق نادي الجزيرة. برونو دي اوليفيرا. يا سيف ايكبس. انا اسف سامحني ايكبس. احبك ايكبس. ايكبس. يا سيف يا اتحاد. يا الله تعب تعب الله الله يهديك. بس ليه طيحته هو طاح الناس عشان عنده تعب. يعني التحية بدل بيجي يحط صار يستحي. الله ترجع الكرة من جديد. روبن فينيسيوس ميلو والعرضية. عندهم تحول بعد ذلك إلى ضربة ركنية. حمدان ديك يا حمدان دي انت مصاب سلامات. بس هذا في كسر يده. كسر يده ممكن حتى لا يتم استغلالها. هذا ميلسون والركنية القادمة لمصلحة فريق نادي الجزيرة. ميلسون على يمين حارس المرمى رايكوفيتش للجزيرة في منطقة الجزاء. يا سيح يا دنيني. والله انا كفو يا دنيني. والله انا كذب بقى. انت بس انا عمك اتحاد تبي المونديال. يا عمك اتحاد يا عم. النخبة منذ 14 من سنة. يا انت بس والفاينل والنهائي. انت ما تسايقين يا سيدي يا الاتحاد حيسايق النخبة باذن الله. نحتفل ناكل اي شيء. يلا الاتحاد يلا. في نخبة اسيا تغطية من خليفة الحمادي. الكرة هنا تعود مرة أخرى وتصل مجددا لمصلحة فريق نادي الجزيرة. يلا الاتحاد هل زي اللي ما عنده بطولة يا سيدي. على مستوى طبعا يلا الإمارات. العين دورينا. عين تلقى النخبة. عين النخبة مصدق. وصل ثالث الترتيب. الله التي ستشارك على مستوى دوري ابطال اسيا للنخبة. كان ممكن الجزيرة بمقعد رابع لكن الان لاعب صاحب ليش؟ الجزيرة متاخر بثلاثية نظيفة. اكيد سيسد هو بس عن طريق برونو دي اوليفيرا. عرضية من روبن خطيرة. ابعدها يا
احمد ابعده في اللقطة الماضية. صافرة الحكم قاسم الحاتمي تشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي هنا لدينا خطأ لمصلحة فريق نادي الاتحاد. الحمد لله. هذا عبدي مو والكرة هذا حبطني عبدي. عبدي رامدي لاعب نيوم لاعب الاتحاد. اتحادية لمسة في الطرف الأيمن يان كارلوس سميتش. لا كارلوس سميث. تعود الكرة عن طريق موسى ديابي. موسى إلى دانييلو. بيريرا بيحولها إلى كيلان. ستيفان ينطلق ويتقدم. فارس على الطرف الأيسر بانتظار التمريرة، ولكن الكرة إلى صاحب الهدف الثالث حسام. الآن يلعبها إلى فارس. لمسة من ستيفن. بيرغوين يعود. ايه تحدى زي ماتي تحرق نشاهدها في أرضية. هو يان كارلوس سميتش. لا سميث. تصل الكرة والانطلاقة من جديد. نقترب من أول ربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني. النتيجة يلا 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 عوار ما حدا ثاني. عوار ينطلق والكرة في منطقة. ايه حكم بنتي. ولكن التدخل على الكرة، وبعد ذلك الكرة إلى أين؟ هل تجاوزت الخط؟ طبعا ما في فار للمعلومية، لا يوجد فار، وبالتالي شوف هذا حسام عوار. حكم بنتي واضح. كوليبالي ثم بعد ذلك كوليبالي. بنتي واضح يا ابن حبايب بنتي واضح. ريح نسيري يا جماعة والله بنتي واضح. هي ما في الفيديو فار والله بنتي واضح. في الملحق ما في تقنية فار. ما يعني اكثر عندي كل بالي يا خنزير الآن يتحدث مع حكم المباراة والحكم. والله بنتي واضح حكم ما في بنتي. إلى أن الكرة لمصلحة فريق نادي الجزيرة. روبن فيليب يتقدم، ينطلق هنا في الجانب الأيسر لمصلحة فريق نادي الجزيرة. لا شك بأن الأمور أصبحت صعبة وصعبة جدا، ولكن الجزيرة على الأقل أن نشاهد الجزيرة حاضرا على مستوى التسجيل في هذه المباراة. إيه تيه كفو. ركنية أخرى كيلان يبعدها. كيف يبعدها؟ التبديل قادم الآن. التبديل قادم. إيه تيه كفو يا كان قاعد ما يدس مع الاتحاد. فريق نادي الاتحاد بإذن الله اتحاد ربي. فريق نادي الجزيرة وصلت إلى روبن يحاول عرضية خطيرة هي للجزيرة. الله، هل تجاوزت الخط أم ماذا يا جزيرة؟ ما في حدا فوز. اللاعب لا زال مستمرا. حامل الراية يقول ما زالت الكرة في أرضية الملعب. ايه ده يلا. على إثارة الآن في كارت أصفر في مشاهدة. هدوا يا شباب ما له داعي. لكن لقطة مثيرة للجدل. ميلوني كارت أصفر. اختلط الحابل بالله. معلش يا شباب هدوا شوي. نشوف الحالة، نشوف اللقطة، نشوف الإعادة. الحكم يسجل الكرت على ميلوني. شو اللي صار؟ الكرة عدت ولا ما عدت؟ دخلت إلى المرمى أم لا؟ سننتظر ونشاهد في الإعادة من خلال هذه اللقطة التي أثارت الجدل وأثارت بالتالي حفيظة اللاعبين. حدث الاشتباك ما بين الفريقين، لكن الآن الأمور هدت إن شاء الله. كوزمان في الملعب أيضا يهدي الوضع. حكم المباراة شو اللي راح يقول الآن؟ نشوف ننتظر. يقول كوزمان لو سمحت اطلع برا الملعب. بالتالي هذه اللقطة والله مو حدث والله. اللي بعد الكرة المثيرة للجدل، وهذه لقطة أخرى الآن. يا كثر اللقطات، تقريبا ثلاث حالات في لقطة واحدة. الحكم الآن أتى إلى اللقطة الأخيرة. هو ضيع ديابي تسوي عاد. ضيع ديابي من الذين والله مو هدف ضيعها بس. الكرة الرأسية زي كفو. علم الديابي علمه. أنا كفو يا ديابي. الكرة الرأسية اللي بدايتها كانت مثيرة للجدل. حكم المباراة وبالتالي شوف الحديث علي خصيف. بقية يعني خلاص ابعد ها. قاسم الحال حكم المباراة الآن بصف هذه اللقطة. شوف هل تجاوزت الخط أم لا؟ عرضية ثم رأسية من هذا المكان في لقطة أخرى. ممكن والله مو هدف. ابعدها دينيو والله دينيو وصلها ابعدها. بعد ذلك لا والله
والله شكلها عدت. نبغي لقطة من أعلى المرمى لكي نشاهد. شوف 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 شوف, شوف. والله شكلها عدت، شكلها عدت، لكن لا استطيع ان اجزم ان كان بكامل محيطها. والله مو حدث، هدف اكتسب حدث الان، والله صحيح هدف صراحه بالامانه. والله ما الدنيا ابعدها، ما ابعدها، لحظه اخطر المكان. كل الجدل في اللحظات الماضيه طبعا. ممكن هذه والله مو حدا ينتهي انت يا زيمات. فينيسيوس لما راح لحكم المباراه، يعني لو كان في فار، لو كان في فار كان ممكن الحكم يرجع ويشوف، لكن في الملحق يقول لك يعني ما في فار، ما في فار. والان نعود مره اخرى. ايه الحمد لله، ثاني يحتسب حدث، ثاني عاوز يحتسب حدث الحمد لله. ابعدها دنيا البطل الرجال الوحش النمر التاريخ دنيا. والله انا افضل من فابينو بكل امانه. يا حكم يعني دفعت الفاس حكم، دفه اعطيك تحفه او احمر او اي هذا، بس اعطيه اندار بس، هو ما يستاهل يلعب. نتمنى ان تسير الامور بشكل طبيعي واعتيادي. الان شوف التبديل الاخر، الان موسى ديابي هو من يغادر ارضيه الملعب في هذه اللحظات. اللاعب القادم الى ارضيه الملعب عبير محمد هو مروان الصحفي. هاي الجمال لعبها مع نسان. مروان الصحفي وكوزمين الذي ايضا بتوجيهات بالنسبه للاعبين. يلا يرحمك انت يا رب، يا رب يوفقك انت يا رب، يا رب والله ادعي يا رب يوفقكم، 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 يا رب يوفق الاتحاد، يا رب الاتحاد. لكن الكره عدت الحمد لله، عدت على يوسف النصيري الحمد لله. ايضا على مروان الصحفي، وبالتالي تصل الى حارس المرمى علي خصيف. هاي اصابه انتهي الحمد لله مو مصاب. روبن فيليب يلا ساعة الاتحاد خذ علي خصيف. يا الله هذا صيح امك المسجله حتى الان. يا زنوني تلفزيوني النادي اخر. انديه تمثلنا، العين شباب الاهلي الوصل، ونحن بالتالي بانتظار هذه المباراة. ابعدها، وشوف الكره الى خارج ارضيه الملعب، بالتالي بتعدي وبتمر. ايه ابعدها يا امك، ابعدها، ارضيه الملعب لمصلحه فريق نادي ابعدها من اول يا دينيو اللوبي. البطاقه الصفراء. شوف محمد ربيع كذلك ايضا انذار، وهنا ايضا ستيفن. ايه سوى كذا. دفع كذا. انتهي مع حركة احمد. هاي اللي ضربوه هم مع بعض. جتهم مضاربة. مقابل طبعا سيمج وكيلر وفرحة الشمراني ايضا. كرة ملعوبة. يلا واحدة. هذا الصحفي الكرة بتتمرر. احبي يا صحفي. وصلت الى علي خصيف اللي بيشتت الكرة. هنا تصل في منتصف الملعب باتجاه ميلسون يخسر الكرة. عادت الى احمد الغامدي مرة اخرى. الغامدي يبحث عرضية، ولكن الله والله الاتحاد عنده مثل التأكيد. شوف الحلول الهجومية الان ما عنده حلول هجومية، والله الاتحاد ما عنده حلول هجومية، ولا استفدنا منه ولا شيء حرفيا. وين استفدنا الحين؟ يا ليسن؟ وين استفدنا الحين بدلت تبديلات غلط. تبديلات غلط. ابعدها يا ابعدها يا حكم، دفة يا حكم، دفة طيح عالتيكت احمر. اي دفة يا حكم، دفة ارحمني. فريق نادي الاتحاد السعودي. ايه احنا كتبت ما تعرف. نعم هذا حلو مثل ماكس. ويدفع بكل هذه الاسماء التي نشاهدها الان الى ارضيه الملعب. كما ماكو او ثلاثه اسماء وثلاثه تبديلات. نشاهد من هذا خلال التدخلات من كوزمن.
فينيسيوس يغادر. هذه ايضا فرصه. اشوف الاسماء الجزراويه من ضمنها ايضا من الاسماء الجديده التي دخلت. طبعا برونو اوليفيرا يغادر ارضيه الملعب في هذه الحاله، وجاتا هو القادم الى ارضيه الملعب، بينما فينيسيوس ميلو يغادر ارضيه الملعب. لا اتحاد واحد يدخل الى ارضيه الملعب. البديل الثالث هو يلا اي ذا اي مو صحفي مو صحفي ذا فحد ذاك البيت لحدك تفاح لا 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 بس عبدي ابعدها في 2004 ابعدها. ما حق اعصاب، ما يسامحوني، حق اعصاب. انتهى. ما اتمنى يركزون شويه ما يزلدوني. وهدف جزراوي الان، هدف جزراوي ياتي وان كان متاخرا في الدقائق العشر الاخيره. يا جزيره يا جزيره يا جزيره، سايمون بانزا يسجل الهدف الجزراوي الاول في هذه اللحظات. لا تعادل عشان ما يتاخر انه عشان يتحاد ما يتاخر. شوف الانطلاقه، شوف اللي الهدف حلو. عادت للجزيره من جديد. يا احمد زيدان يا ابن الناس ابعده. حتى الان ممكن ثاني. الكره لا زالت ابعدت من رايكوفيتش. توتر مو طبيعي، عصبيه مو طبيعيه، ما سمعتها. حق اعصاب. والحكم الان يعلنها. ايه يحجز وين نفس على طاوله النخبه. مبروك اتحادية حاضر لك نادي زي ماتي. هذا زي ماتي. مبروك اتحادية تأخر النخبة. ألف مبروك.